السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف راكم؟ كنتمنى تكونوا بخير ويلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال. مرحبا بكم في قناتي. كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم، واللي صراحه كيفرحني بزاف بزاف، واللي لاول مره يشوف القناه ديالي المرجو الضغط على زر الاشتراك وتفعيل رن الجرس. كيف ما عودتكم دائما خوتي خواتاتي انني كنعطيكم حلقات مسلسلكم الرائع والممتع طريق الورد، واليوم غادي نقدم لكم الحلقة 8. كما شفتوا في نهاية الحلقة 7 ان ياسمين اللي شدها حسن وبدا كيهدد فيها، هنا معاد جا عتقها، وهنا انتهت لنا الحلقة. غادي نشوف اخوتي في الحلقة الماشية ان ياسمين غادي تشكر معاد وغادي يقول لها واش كتعرفي هاد حسن؟ غادي تقول لي هذا من الدوار كيقلب على عثمان. ياسمين غادي تقول ليه وانت شكون؟ وغادي يقول لها انا ولد إمليل، وباللي عثمان كيجيه من العائله. وهنا ياسمين غتولي كتلاقى معاه وغادي يقول لها باللي عثمان سرق الام ديالي الفلوس وشي وراق وراني كنقلب عليه. المهم اخوتي غنشوفوا ياسمين غتعاود ليه الحقيقه وغتقول ليه راه كنت كنبغيه وكنت ناويه نهرب معاه وعلي جا ضربو وتما هربت انا هنايا. المهم معاد غادي يقول لي ياسمين عثمان مازال حيتصل بيا وقال لي نتلاقاو، وغادي نشوفوا عثمان غادي يلقى ياسمين وغادي يولي يراقبها، وغادي نشوفوا ياسمين غتغرم بمعاد وغتولي بيناتهم علاقات حب، وغادي نشوفوا عثمان ما غاديش يتقبل هاد العلاقه وغادي يتخاصم مع معاد على قبل ياسمين. المهم اخوتي غادي يقول لي اش بينك وبين ياسمين وتفرق عليها اشنو بيناتكم. المهم اخوتي غادي نشوفوا ان عثمان غادي يبان لياسمين وغادي يقول لها راني كنت مخبي عند واحد السيد حتى وليت لاباس، وغيسولها على الدوسي اللي مخلي عندها. غتقول لي كنت عطيته للاخت ديالي وقلت ليها خبيه في العروبيه وتما تحرق الدوسي، ما بقاش ليه الاثار. المهم اخوتي عثمان ما غاديش يطيق ياسمين وغيرجع للدوار وغادي يدخل للدار يامنه وغيقلب على الدوسي، لكن للاسف ما غاديش يلقاه. المهم اخوتي كيف ما كتعرفوا ان امال خبات الدوسي تحت الطبله عند هذوك البنات اللي ساكنه عندهم. اما مالكه تدهورات الحاله ديالها بزاف بزاف ورجعات للمرض وغتولي تستعمل الادويه، لكن ياسمين غادي تخبرها بالحقيقه وغادي تقول لها ان الاخ ديالك مراد قال لي جيت خدمي معانا ونزيدك الفلوس. المهم اخوتي هي غادي تنصحها وغادي تقول لها اختي مليكه انا ما بيش نغدرك وخاصك توقفي من جديد على الشركه والاب خلاها لك امانه. المهم اخوتي غادي نشوفوا ان ملكه غادي تصدمهم وغتنوض على رجليها من جديد وغتوقف الشركه حسن من الاول، وغتولي تصايب الروايح والاشكال والانواع وكذلك بمساعدة ياسمين. وغادي نشوفوا ان الاب ديال ملكة للاسف غادي يتوفى بالفقصة ديال الابن ديالو حيت بقى كيلومو بالشركة. وشكرا لكم من القلب، واللي عجبكم الفيديو ديالي المرجو الضغط على زر الاشتراك وتفعيل رن الجرس، وشكرا لكم من القلب.